مية مالحة ووشوش كالحة. أيضا من الأمثلة التي فسرت خطأ عن الإسكندرية وشعب الإسكندرية. في روايتين احنا طبعا بنصحح المفاهيم زي ما اتفقنا مع بعض، بنصحح المفاهيم الخاطئة والترجمات الخاطئة. الإسكندرية في روايتين، رواية تاريخية لأصل هذا المثل ورواية شعبية. الرواية التاريخية وهي الأقرب للواقع إن كان في اتنين، مصري صاحب حمار وأحد الرعايا البريطانيين في مصر، اتخانقوا مع بعض، حصلت مشكلة كبيرة، الدنيا قامت ما قعدتش، فكانت سبب الخناقة ديت، طبعا المصري بيدافع عن كرامته والى اخره، فكانت سبب الخناقة ديت سببا لضرب الإسكندرية من الاحتلال البريطاني ودخول مصر. ف... فبعد الزوبعة وصمود أهل اسكندرية، فطبعا أطلق عليها في الوقت ده المثل الخاطئ ده وأطلقه ضابط إنجليزي. أما المثل، أما الرواية الشعبية اللي أطلقها أهل اسكندرية دم الخفيف عشان يفسروا بدمهم الخفيف، عشان يفسروا المثل الخطأ ده، ان بيقول لك المصطفين بيجوا قدام الميه المالحه مبتهجين وسعداء، وايضا من حراره الشمس والميه المالحه فبتبقى الوشوش كالحه. ده تفسير المثل. ولكن شعب اسكندريه معروف ده شعب من الشعوب اللي هي المرحه، الدم الخفيف. اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، هي منبع الموضه والفن والى اخره، هي امتزاج الثقافات واللغات اليونانية والإنجليزية وإلى آخره يعني. اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، كان لازم نوضح خطأ هذا المثل تماما. رجالة اسكندرية معروف برجولتهم وقوتهم، وشعب الاسكندرية المحترم.